يعني انتي عايزه تقنعيني اللي بيعيط هو اللي ضربك انتي؟ يا صباح الفل، يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني فيه اخواتي حبايبي متابعيني الغاليين. شكرا على دعمكم، شكرا على لايكاتكم، على كومنتاتكم الحلوه، على تفاعلكم الفيديوهات اللي فاتت. شكرا لكل الناس الجديده اللي انضمت لقناتنا. احب بس ايه اللي بيشوف الفيديوهات لاول مره، انا مني ودي قناتي، وبقدم محتوى عائلي ترفيهي، يوميات ما بين يومياتي في السعوديه وما بين يومياتي في مصر. فتابعوني بقى ايه وفعلوا جرس التنبيهات، ولو بتشوفوني على الفيسبوك اعملوا لي متابعه عشان كل جديد تشوفوه من فيديوهاتنا اول باول. ويلا نبدا بينا الروتين بتاعنا. تعالوا بقى اجهز الساندوتش اللي انا جهزته معاكم كتير جدا جدا. اولا بجيب الساندوتش ميكر، على اللي هي الوش بتاع الوافل بحط بيض مع مضروب كده، ملح وفلفل اسود، بعدين احط تركي، احط جبنه رومي، وبفتح الفينو وبحطه، وبعدين بقفل الساندوتش ميكر فبياخد الشكل بتاع الوافل كده. بيبقى خطير يا جماعة، خطير. عملته معاكم كتير جدا جدا في القناة، وده من احب السندوتشات لقلبي. طبعا ممكن نحط ميكس جبن، نحط بدل التركي نحط بسطرمة، نحط اي حاجة، اي جبن انتوا بتحبوها او اي ميكسات بتحبوها اعملوها فيه، بيبقى خطير يا جماعة. وعايزة اقول لكم الولاد بيبقوا مستمتعين بيه. ليه بقى؟ بيبقى مقرمش وكريسبي من بره كده، وبيبقى طري من جوه، بيبقى حلو قوي 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 بصراحة. يعني شكله شيك كده. ومثلا لو عندك بقى واحدة صاحبتك كده مثلا تفطروا مع بعض، اعملي لها برضو الساندوتش ده، هيبقى تجديد كده، يبقى لطيف يعني. انا بقى بصراحة بحب ان انا ايه اعمله لنفسي كده، وخاصة لو انا صاحية مثلا بدري لوحدي كده، ببقى عايزة ايه اعمل حاجة استمتع بيها، اللي هو اي اروق كده على نفسي وافصل شوية من بقية اليوم. سو خطير يا جماعة، جربوه هيبقى تحفة جدا جدا. وطبعا طبعا طبعا لا، يا اشرب قهوة يا اشرب كابتشينو، عشان حاجة برضو تديني طاقة ونشاط لباقي اليوم. عملت الكابتشينو بتاعي وابتديت ان انا اشرب فيه كده. قلت في حاجه ناقصاني، نولع بقى ايه شويه بخور. عايزه اقول لكم ان البخور الكويتي ده خطير يا جماعه. بصوا، اولا سعره مش غالي، بحاجه وعشرين ريال، بس ريحته فظيعة فظيعة فظيعة، ريحة نظافة كده يا جماعة. من أول ما حد هيدخل لك البيت ما شاء الله ريحته قوية جدا جدا، ريحته تحفة بصراحة. احنا جيراننا اللي تحتينا هم اللي عرفونا عليه. ليه؟ ان هم بيحطوا البخور، احيانا بيخرجوا بخور على السلم برضه، عشان انتوا عارفين الرياض والجو الحر والرطوبة والكلام ده كله، فالسلم بقى برضه بيبقى مخنوق فبيخرجوا على السلم، فالريحة طلعت لنا لحد الشقة فوق. فطارق ندى على جارنا قال له ايه ده، فقال له ده نوع بخور انا بجيبه. فمن ساعتها هم على طول، يعني كل ما يخلص الستوك عندنا قرب يخلص نقول لهم، فطريق يدي جارنا فلوس يجيب لنا تاني. عايزه اقول لكم ريحته خطيره خطيره خطيره. فبعد بقى ما اشتغل البخور كده معانا، قلت ايه، بما ان الشقه عندي ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده نظيفه ومترتبه، فقلت ايه نبخرها كده وتبقى ايه فيها ريحه حلوه كده. تمام. بس هسيب بقى البخور شغال، وهدخل بقى ايه اشوف ايه اللي ورايا، ونكمل بقية اليوم بتاعنا. طارق لقيته داخل عليا دي عطر من العربية بالقطر، اللي هو ايه، نسمي بالله كده ونفتحها مع بعض. اهي بسم الله الرحمن الرحيم. واو، العربية التغليف بتاعها بيبقى رائع رائع رائع. اسمها 360 درجة. استنى نرش بقى. حطيتها هنا على ايدي، حلوة قوي قوي. الشكل
تحفة والريحة تجنن. حاضر يا سيليا هحطلك. تحفة. تسلم يا ابو ياسين، ربنا يخليك ليا يا رب، تعيش وتجيب يا رب. خطيرة خطيرة خطيرة. مش عارفة والله السعر بقى ايه، هي جايالي هدية. حاضر هرشلك. بصي بتتجنن، بتحب الريحة جدا. حاضر اهو خدي. لازم نغير هدومنا، لازم نغير هدومنا عشان نعرف نحط البرفيوم على نظافة. ده سيليا بس. تعيش وتجيب يا ابو ياسين يا رب، خليك ليا يا رب. ده اللي هو السمك اللي هو القائد ابراهيم او البربوني عندنا. التتبيله بتاعت السمك توم مفروم، فلفل احمر، ملح، كمون، بهارات سمك. تتبيله بسيطه خالص خالص خالص. وطبعا حطيت عليها ليمون وشويه زيت عشان تديها ايه طعم طبعا ومزازه. ولو هنقليه بقى في القلايه او حاجه بحط شويه الزيت دول، بيخلوا السمك معايا ايه يعني يتحمر كده ويبقى مقرمش، بيخلوا التتبيله تمسك على السمك حلو يعني. بصوا انا دول ان شاء الله هقليهم قليه عاديه، بس قلت اجرب برضو ايه واحدتين كده في القلايه اوريكم في القلايه بتبقى عامله ازاي، وفي القلي العادي طبعا الطريقه العاديه جدا. الدقيق المتبهر ببهارات السمك نحطه في الدقيق، بعدين ننزل فيه في ميه سريعه كده، بعدين نقليه على طول بيطلع معانا مقرمش وزي العسل. هوريكم برضو لما نقليه ان شاء الله. واحدتين سمك اهو، القائد ابراهيم او البربوني، هحطهم في القلايه برضو عشان نشوف شكلهم في القلايه بيبقى عامل ازاي. هظبط القلايه بتاعتي على تلت ساعه، نشوف بقى شكلهم بعد تلت ساعه عاملين ازاي. المفروض 10 دقايق واقلبهم على الوش ده، و10 دقايق اقلبهم على الوش ده. يتحمر كمان سيبوه، بس هو كده اللحمه بتاعت السمك استوت ما شاء الله، اهي باينه هي استوت كده. كفايه ده بعد 20 دقيقه بالظبط. شايفين ده السمك بتاع القلايه، شايفين جماله. عايزه اقول لكم الطعم بقى والريحه ولا اروع. تعالوا نفتح السمكيه دي كده، بس مستويين ازاي. دايبة 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 دايبة. بسم الله الرحمن الرحيم. تجنن. انا ادمنت القلاية. عقبال ما بخلص قلاية السمك بحط لي واحدة ولا اتنين في القلاية واقعد انقنق فيهم. احلى حاجة بقى في السمك بتاع البربوني ده ايه، ان هو بياكل الجمبري، فانا بحس ان انا باكل جمبري، يعني هو بيتغذى على جمبري اصلا. مجنن، باكل لحمة جمبري. تحفة 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 بجد. اللي بيحب الاكل الصحي هيعتمد القلاية بجد والله. تحفة، خليه السمك خطير. تعالوا بقى نعمل السمك المقلي، وهقول لكم بقى ايه على طريقتي للقليه لاي نوع سمك، وهيطلع معاكي كريسبي ومقرمش، والزيت بتاعك هيفضل معاكي نضيف لحد اخر سمكيه بتقليها. تمام. اول حاجه بجيب عندي الدقيق، اي كميه بقى دي انتي بتحبيها او على حسب كميه السمك اللي عندك يعني. تمام. عامه انا بفضل حاطه الحاجه جنبي، ولما بحتاج حاجه بزود. حطيت بعد الدقيق كده حطيت معلقه كبيره هرميه من النشا. بعدين بقى ايه حطيت ملح، دي بهارات سمك، بابريكا، اي بقى بهارات انتي بتحبي عامه تبهري بيها السمك حطيها برضو على الدقيق. وطبعا مش هننسى الكمون. فاحنا كده عملنا
دقيق مبهر يا جماعة، اللي هو انتي شارب من نفس التتبيلة بتاعة السمك. تمام. وهقلب بقى كويس. بعدين بقى همسك السمكية بقى بتاعتي، ونفضل بقى ايه نقلب فيها يمين وشمال. عندك اي نوع سمك بقى، مكرونة، بولتي، اي نوع سمك بتحبي تقليه اعمليه بنفس الطريقة. وببقى عندي بقى مية كده ساقعة في بولة. تمام. وبعد ما بتبل بالدقيقة اروح مغطساها في المية الساقعة، واخدها على طول احطها في الزيت السخن على درجة حرارة وسط كده. تمام. وتفرجي لي بقى على ألذ وأطعم سمك في الدنيا. بصوا الطبقة مكلبشة فيه وكريسبي ومقرمشة، وعمرها ما تفك منك، وفي نفس الوقت خطيرة خطيرة. يعني ما بيتروش. ليه بقى بنخرجه على شبكة؟ لازم السمك يخرج على شبكة يا جماعة، مش على مناديل. مناديل هتطري لك الطبقة دي وتخليها تسيب السمكية خالص. بصوا اللهم بارك، خلصت الكمية بتاعتي. تحفة تحفة تحفة. انا بقى بحب كده، بعشق اللي هو البربوني او المكرونة بالذات يبقوا مقليين كده، وبحب ايه اقعد انقنق فيهم. ده برضو اللي هو الملح المبهر، ملح بقى شوية كمون وشوية كزبرة، شوية بهارات سمك، وايه بنخلطهم على بعض كده ونرش بيهم ايه على السمكية من بره. الملح ده بيفكرني عندنا سماك اسمه رضا، على طول بيحطها لنا كده في قراطيس الملح كده صغنطوطه، نقعد نحط ايه على السمك واحنا بناكل. عملت شويه طحينه، حطيت طبعا يعني سمك بقى جنبها جرجير، وهناكله بالعيش يا جماعه. ما عملتش رز النهارده. انا على فكره من يعني مش من هواة السمك اللي هي او الرز الصياديه، مش من هواته قوي. انا بعمله الحمد لله، بس يعني لو هتقولي لي كلي سمك اقول لك يا اكله كده من غير اي حاجه، يا اكله بعيش بقى، وخاصه بقى مع الملح كده والطحينه. والجرجير خطير خطير، جربوه على ضمانتي. تمام. لقيت بقى الذره دي في السوق، فالولاد بقى ايه يا ماما عايزين ناكل ذره، عايزين ناكل ذره. فقلت ايه طب ايه المشكله بقى لما اجيبها وايه ونحمرها كده في الاير فراير. اديت لها بس بخ كده، عندي اللي هو البخاخ بتاع الزبده، مش الزيت. عايزين تعملوها بالزيت مفيش مشكله، عندي بخاخ الزبده. بخيت بقى منه كده. تمام. واديتها بقى شويه كده 10 دقايق على الجنب ده و10 دقايق على الجنب ده، ولما احمرت خلاص كده اكلناها بالهنا والشفا. وما كانش ينفع اليوم بتاعي كده يخلص الا لما اعمل لي فنجان القهوه بتاعي. تعالوا اتفضلوا معانا واوعوا تفوتوا اللي جاي. حصل نضيف ماله يا تضربي محي يا ضربك في دماغك. اه ده يا اللي ضربك في دماغك. يعني انتي عايزه تقنعيني اللي بيعيط هو اللي ضربك انتي؟ تضربي اي محي يا دماغك. دي امال انتي اديتيله بايه؟ دي نحضن سيارتي. هو اداكي في دماغك؟ محي. طب وانتي اديتيله بايه؟ دي ازاي ده هو اللي معيط؟ ماما فعلا ضربني وبكى وسبقني واشتكى. دي انتي شكل واحده مضروبه، انتي حربوقه. يا والله حربوقه يا بنتي. نو بص هبوسها، بص ما تزعلهاش. حربوقه والله العظيم، حربوقه حبيبتي يا بعدين ما اديتي له وشديتيه من شعره وخلتيه يعيط بالمنظر ده. حبيبتي انت حبيبتي والله العظيم، ابني غلبان وطيب وانتي حربوقه. حربوقه يا ناس. حربوقه. هو اللي اخترع الاندومي الكوري ده يعني كان قصده ينتقم من البشريه بجد. الريحه بس بتاعتها يعني بتضرب في النافوخ. الطعم بقى يعني بجد، ومع ذلك بحبها جدا وما باكلهاش الا يعني قرب الفجر بعد الساعه 2 بالليل. معرفش ليه يعني، بس فظيعه فظيعه فظيعه. حلوه قوي النوع ده بالذات، حلوه قوي. اسمه بلدك ولا بدك مش عارفه يعني، بس حلوه قوي قوي قوي. استنوا اوريكم الكيزك. ضرامين بنكهه الدجاج الحار. خلاص عرفنا، متاكدين ان هو حار، وحار ولع جدا جدا جدا.
من كتر اصلا ما الشطه حراقه تحس ان هي قلبه لونها على اسود مش احمر. عندي سيليا لما بتخافي من حاجه بتقولي حافي، انا حافي والله دلوقتي حافي يا دين النبي بجد، خايفه اللي احطه في بقي. نار، اللهم اجرنا من نار جهنم. ايه ده ايه ده، عيني دمعت، ايه ده، فظيعه فظيعه، صعبه قوي قوي بجد. مش عارفه العيال بياكلوها ازاي، عندهم ادمان ليها برضو، حاجه صعبه. النوع ده يا جماعه صعب، مناخيري ثابت الله. نجرب النوع ده، يكتب لنا في الكومنتات. وايه اكتر نكهه بتحبوها في الاندومي الكوري دي؟ اختي يا اختي، ايه اللي انا عاملاه في نفسي ده؟ نار نار. بصوا مش عارفه ابين لكم ولا لا، بس اموت. مش قادره، عملت فيلر طبيعي. يا لهوي، نار نار. حاسه ان شفايفي نملت، مش حاسه بيها. يا خراشي ليه كده، ليه؟ لا محدش ياكلها، محدش ياكلها، محدش يعمل عمليتي دي. طبعا المناخير يعني في ذمة الله. اللي جرب النوع ده يكتب لنا يا جماعة. باي.